ده رخيص ومالي السوق، وفي كل مكان هتمشي هتلاقيه. ده الكيلو منه ب10 جنيه بس. الفلفل الألوان ده موسمه. يلا الحقي هاتيلك حبة وشيليهم في الفريزر، وأقولك ازاي على طريقة الحفظ السليمة اللي يفضل معاكي فعلا فريش وطازة. وقت ما تيجي تستخدميه هيطلع حلو جدا. أنا جبت حوالي 4 كيلو فلفل ألوان من كل نوع 2 كيلو، وغسلتهم كويس جدا وسبتهم لحد ما نشفوا تماما من الميه. سبتهم في الهوا كده لما نشفوا. ابتديت اللي انا اجيب عندي القطاعه بتاعتي وقطعتهم كده. واهم حاجه تشيلي منه البذر. قطعيه اي تقطيع انت بتفضلي ان انت تستخدميه معاكي في الاكل، يا ترى مكعبات ولا شرايح كده زي الايه التقطيع بالطول. قطعي التقطيع اللي يناسبك. وهاتي اهم حاجه الفلفليه اللي انت تقطعيها، حطيها في الكيس على طول، ما تستنيش اللي هي تاخد هوا منك. انا حطيت في كل كيس، قطعت فلفلايه حمراء وفلفلايه صفراء. وابتديت اللي انا خرجت الهواء من الكيس كده تماما، وابتديت اللي انا اوزعه كده في الكيس. وهبتدي اللي انا عندي بقى خلصت كل الكميه اللي انا قطعتها بالشكل دوت، عشان خاطر انا هشيلها فين؟ في الفريزر. وقت ما تيجي بقى عايزه تحطي بقى على لحمه، تحطي على شاورما، وقت بصي لاستخدامات كتير جدا. هتطلعي الكيس، مجرد ما تطلعيه هتحطيه على الحاجة اللي انت عايزة تحطيه، والف هنا وشفا.